ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا بقى النهارده اوريكم احلى طريقه تعملوا بيها الصدر الرومي مع الرز بالخلطه. واول حاجه معانا نجيب صدر الديك الرومي اللي احنا ناقعينه في محلول النقع من اكتر من 12 ساعه. ومحلول النقع ده بيتكون من ميه، عصره ليمونه او عصره ليمونتين، بالاضافه الليمون بقشره، وكمان عصير برتقان، وحتتين جنزبيل، وتوابل صحيحه زي الفلفل الاسود والحبهان، ورق اللورة. ونبتدي دلوقتي نرفعه من المحلول النقع ده ونحطه هنا. هنديله شطفه كده، هو مغسول كويس طبعا جدا، بس هنديله شطفه كده سريعه كده زي الفل. طبعا اساسي جدا ان احنا ننشفه كويس بورق المطبخ. وهنبتدي نتبله. التتبيله بتتكون من بصلايه مقطعه كده على اربع ولا حاجه، وشويه طماطم، معلقه روزماري كده، على زعتر، كل ده كان فريش وانا مقطعه تقطيع صغير، بشره برتقان على بشره ليمون، وشويه فلفل اسود، شويه كركم صغيرين، شويه بابريكا صغيرين، بهار فراخ حلو كويس، ومعلقه ملح، كمان معلقه صويا لايت او صويا خفيفه، ومعانا ربع كوبايه زيت زيتون كده زي الفل. ونقفل عليها الكبه بتاعتنا ونضرب الكلام ده كله في الهاند بلندر. اخر حلاوه واخر جمال. ومعلقه ثوم مفروم، كل ده نخلطه مع بعضه. وكمان كده معانا معلقتين زيت طعام عادي كده، حلو قوي زي الفل. كل ده بيتخلط كويس. وكده لبسنا الجلافز بتاعنا عشان هندعك الصدر بتاع الديك كويس جدا بالمحلول بتاعنا ده. ناخد من هنا كده وندعك الصدر كويس جدا. ولو امكن نحط بين الجلد كده كويس، مفيش مشاكل شويه. ندخل بقى على الصينيه بتاعتنا. باقي من التتبيله هنبتدي نحطه على الفرشه بتاعت الصينيه بتاعتنا، وندعك ده كله بقى دعكه كويسه مع بعضه. ونحط الشبكه بتاعتنا اللي هنثبت عليها الصدر بتاعنا، وكمان نحط نص كوبايه ميه كده زي الفل كده. كده الفرشه بتاعتنا في الصينيه بقت زي الفل ومظبوطه. ونيجي بصدر الديك بتاعنا، ويا سلام لو حطينا معلقه زبده كده على وش الصدر برضو كده زي الفل، مية مية. نبتدي نغطي الصدر بتاعنا بورق زبده، وبعدين نحط الفويل بتاعنا كده تمام وزي الفل. متأكدين انها محكمة جدا وزي الفل معانا، ومش ممكن ابدا تسرب بخار المية من جوه الصينية. وبعدين ندخل بيها الى الفرن. نبتدي الاول على درجة حرارة عالية، اعلى ما يمكن، حتى لو وصلنا لدرجة 220 لمدة تلت ساعة ونص ساعة. وبعد كده هخفض درجة الحرارة الى 140 150، وان شاء الله هيستوي بعد ساعتين. يلا بينا نبتدي الرز بالخلطة. واول حاجة نعملها هنحط الطاسة بتاعتنا على النار، وفي الطاسة بتاعتنا معلقتين زيت كده ولا حاجة، حطينا البصل بتاعنا كده. والمرة دي البصل بتاعنا هيبقى فوق درجة الاحمرار، لان انا في الرز بالخلطة ليا تكنيك خاص كده انا بشتغل بيه، ان انا بحمر البصلايه جدا 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 لغايه ما توصل للون البني، واحطها على مرق الدجاج، وهنصبر عليها لغايه ما تاخد اللون البني، يعني الاقرب للغامق كده. هتاخد غلوه ونصفيها ونشتغل الرز الخلطه على طول في الحله التانية. وفي الحله دي هنحط معلقه سكر كده كبيره كراميل، ونجيب مصفى كده ونبتدي نصفي البيون بتاعنا اللي احنا حطينا فيه البصل هنا. نسيب شويه كده عشان الرز كده الميه بتاعتنا سخنه وبتغلي. ونبتدي نتبل الرز بتاعنا. معلقه ملح، انا هعمل 2 كيلو رز فهياخد معلقه ونص او معلقتين ملح، لان دي كميه كبيره شويه. معاها
فلفل اسود كده نص معلقه، شويه كركم صغيرين، عودين قرفه خشب كده، وشويه لورا، وكمان معلقه معجون طماطم. كل ده نقلبه ببعضه كده. نبتدي نحط الرز بتاعنا زي الفل معانا. نغطي الحله بتاعتنا تغلي غلوه بس 5 دقايق، وبعد كده نوطي النار على اوطى درجه ممكنه. بعد ما صدر الديك قعد في الفرن يعني ساعه ونص كده، طلعناه نتشيك عليه، ودلوقتي هندهنه من على الوش كده خلطة جميلة عبارة عن معلقتين كاتشب ومعلقتين باربيكيو، وطبعا معلقة عسل صغيرة كده، عسل نحل، وندهنه الدهنة الجميلة دي، وندخل بيه الفرن تاني عشان يطلع 10/10 لمدة يعني من 30 يعني نقول 25 دقيقة ل 30 دقيقة. ويلا بينا بقى دلوقتي نطلع الصدر من الفرن ونشوف ايه اللي جرى فيه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ايه الحلاوة دي والجمال ده، بسم الله ما شاء الله، ايه الحلاوه دي والجمال ده. وبعد ما عملنا الرز الخلطه وضفنا ليه كل المكسرات بتاعته والكبده المتحمره، دلوقتي جاء دور ان احنا نقطع الصدر. اوبا! ودلوقتي ما عادش فاضل غير اللمسه الاخيره، شويه الكبده الصغيرين مع شويه المكسرات دول، وهي دي اللمسه الاخيره. وهنا اللمسه الاخيره. وبكده عملنا احلى صدر ديك رومي مع الرز الخلطه. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، وان شاء الله تعملوا لنا متابعه على الفيسبوك والانستجرام. وسلام.